أهلا بيك في حلقة جديدة ومشوار جديد من اون رودكاست. خلينا نبدأ بسؤال صريح. وانت سايق دلوقتي، كم مرة قلت لنفسك أنا من أول الشهر ده هكسر الدنيا؟ أنا هروح الجيم كل يوم، أنا هبطل سكر، أنا هحوش نص مرتبي. بتبدأ أول يوم بحماس رهيب، بتشتري لبس الجيم وبترمي السكر من المطبخ. وتالت يوم الحماس ده بيختفي وبترجع لنفس العادات القديمة، وبتحس بعدها إنك فاشل أو ما عندكش إرادة. يا صديقي، المشكلة مش فيك ولا في إرادتك، المشكلة إننا بنتعامل مع التغيير غلط. إحنا فاكرين إن النجاح عامل زي السباق، محتاج سرعة وقوة انفجارية. بس الحقيقة، النجاح في الحياة عامل زي السواقة لمسافات طويلة، مش محتاج سرعة، محتاج موتور سليم ونفس طويل. النهاردة ومن كتاب جيمس كلير العبقري العادات الذرية، هنتعلم ازاي نبني سيستم يخليك تنجح غصب عنك، حتى لو ما عندكش إرادة، وحتى لو مودك مش رايق. احنا مقتنعين ان النجاح الكبير محتاج فعل كبير. يعني عشان أخس لازم أجري ساعتين كل يوم، وعشان أبقى غني لازم أعمل صفقة العمر. الكلام ده في الأفلام بس، في الواقع التغيير بيحصل بالتكات الصغيرة. جيمس كلير بيسميها قوة 1%. تخيل وانت سايق دلوقتي، لو حركت الدركسيون ملي واحد بس لليمين، مش هتحس بفرق دلوقتي، صح؟ هتفضل شايف نفس الطريق. بس لو فضلت ماسك الدركسيون على الانحراف البسيط ده ومشيت 100 كيلو، هتلاقي نفسك وصلت مدينة تانية خالص غير اللي كنت رايحها. العادات كده بالظبط. لو قريت صفحة واحدة زيادة كل يوم، مش هتبقى مثقف بكرة. لو حوشت 10 جنيه زيادة كل يوم، مش هتبقى مليونير الشهر الجاي. عشان كده بنحبط وبنوقف. بس السر الخطير إن التكات الصغيرة دي بتتراكم فوق بعضها زي الفايدة المركبة في البنك، وبعد سنة بتلاقي نفسك شخص تاني تماما. فأول قاعدة في مشوارنا النهاردة: بطل تبص تحت رجلك، بص على العداد. جينا بقى لأهم نقطة في الحلقة ومحتاجك تركز معايا قوي فيها. طول عمرنا بنسمع جملة لازم تحط أهداف لحياتك. جيمس كلير بيقولك لأ، الأهداف مش هي الحل، الأنظمة هي الحل. يعني إيه؟ يعني لو أنت هدفك تنظف أوضتك وقمت نظفتها دلوقتي، برافو، حققت الهدف. بس لو أنت شخص فوضوي كنظام حياة، كمان يومين الأوضة هتتبهدل تاني. أنت عالجت العرض وما حلتش المرض. الهدف هو الوجهة اللي انت رايحها، وليكن اسكندرية. النظام هو العربية بتاعتك وصيانتها وطريقة سواقتك. لو فضلت باصص على يافطة اسكندرية وما صلحتش الموتور، عمرك ما هتوصل. الناجحين والفاشلين عندهم نفس الأهداف. كل الناس اللي دخلت الأولمبياد كان هدفهم الذهب. بس مين اللي كسب؟ اللي كان عنده نظام تمرين أحسن. فبدل ما تقول هدفي أخس 10 كيلو، قول نظامي إني هاكل طبق سلطة قبل الغدا كل يوم. حول تركيزك من النتيجة البعيدة للخطوة اللي في إيدك دلوقتي. حب الملل بتاع التكرار، لأن هو ده اللي بيبني العضلات. نيجي بقى لسر السواقة النفسية. عارف ليه بنرجع للسجاير أو للأكل الغلط؟ عشان إحنا بنحاول نغير اللي بنعمله من غير ما نغير إحنا شايفين نفسنا إزاي. هديك مثال عبقري. تخيل اتنين بيحاولوا يبطلوا سجاير، عزمت عليهم بسجارة. الأول قالك لا شكرا أنا بحاول أبطل. الرد ده يبان حلو، بس معناه إنه لسه شايف نفسه مدخن، بس بيحاول يمنع نفسه، وده غالبا هينتكس. التاني قالك لا شكرا أنا مش بدخن. شايف الفرق؟ التاني غير هويته، هو قرر إنه شخص غير مدخن، فالتصرف طلع طبيعي. وانت سايق في حياتك، بطل تقول أنا بحاول أصحى بدري، قول لنفسك أنا شخص صباحي. بطل تقول عاوز أقرأ كتب، قول أنا قارئ. لما تصدق إن دي هويتك، العادة هتبقى سهلة، لأنك ببساطة بتتصرف زي ما انت. طيب الكلام جميل، أنفذ إزاي وأنا حياتي زحمة؟ هقولك على تكنيك سحري اسمه تكديس العادات أو habit stacking. مخنا بيحب يربط الحاجات ببعض. التكنيك ببساطة هو: بعد عادة قديمة بعملها كل يوم، أنا هعمل العادة الجديدة. بدل ما تقول هقرأ كتاب لما أفضى، قول بعد ما أصب كوباية القهوة الصبح هقرأ صفحتين. قول بعد ما أركب العربية وأدور الموتور هشغل بودكاست مفيد. قول بعد ما أغسل سناني بالليل هكتب مهام بكرة.
انت هنا بتربط العادة الجديدة بالقطر اللي ماشي أصلا، فبتسحبها معاك من غير مجهود إرادة. مشوار ال1000 ميل مش محتاج قفزة سوبرمان، محتاج خطوة صغيرة بس تتعمل كل يوم من غير انقطاع. ابدأ بتكة صغيرة النهاردة واصبر على النتيجة. أتمنى حلقة النهاردة تكون الوقود اللي هيخليك تكمل مشوارك بثبات. لو استفدت شير الحلقة لحد بيحاول يتغير ومش عارف يبدأ منين. دي كانت حلقتنا في اون رود كاست. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.